عاش الرئيس السوداني المعزول عمر البشير على رأس السلطة لنحو 30 عاما، إلا أن حياة أسرته ظل يحيط بها الغموض، ولا يعرف عنها شيء سوى أنه متزوج من سيدتين وأنه لم ينجب أبناء. بعدما أسقطت ثورة 19 ديسمبر نظام حكم البشير وجرى اعتقاله في مكان آمن، لا يزال الغموض يحيط بمصير زوجته الثانية وداد بابكر، التي كانت تتمتع بنفوذ كبير في البلاد بحكم أنها السيدة الأولى أو الهانم كما يلقبها السودانيون. ظلت وداد بابكر زوجة الرئيس السوداني السابق عمر البشير تتمتع بنفوذ واسع في البلاد منذ زواجه منها في عام 2001، وتتهمها المعارضة السودانية بالفساد والاستبداد، لكنها لم تظهر على الساحة منذ اندلاع المظاهرات ضد نظام حكمه في 19 ديسمبر 2018، وتوارت عن الأنظار. وبعد سقوط النظام واعتقال البشير أصبح الغموض يحيط بمصيرها. وكشفت صحيفة التيار السودانية أن زوجة البشير وداد بابكر وشقيقه عبد الله البشير تقدما بطلب إلى حكومة جنوب السودان من أجل المغادرة منها إلى دبي في الإمارات العربية المتحدة. وقالت الصحيفة إن الحكومة في جوبا رفضت منحهما إذنا بالمغادرة وطلبتهما بالعودة إلى الخرطوم والسفر عبرها. وأشارت الصحيفة إلى أن وداد بابكر قد وصلت إلى جوبا قبل سقوط نظام البشير بيوم، فيما وصل عبد الله البشير قبل 6 أبريل للقاء بعض شركائه. وذكر سفير جمهورية جنوب السودان في الخرطوم ميان دوت للصحيفة السودانية أن شقيق الرئيس المخلوع عبد الله البشير كان متواجدا في جوبا منذ أيام، لكنه وصل إلى الخرطوم ونفى تواجد زوجة الرئيس المخلوع وداد في جوبا، فيما أكدت مصادر للصحيفة تواجدها في جوبا برفقة أبنائها وأن هناك اتجاها لعودتها إلى الخرطوم. تزوج البشير من وداد بعد وفاة زوجها اللواء إبراهيم شمس الدين أحمد في حادث سقوط طائرة هيليكوبتر عام 2001، ولديها 5 أبناء من زوجها الراحل. ورغم أن البشير وقع في حبها بعد وفاة زوجها، إلا أنه استخدم هذا الزواج ورقة سياسية داخلية، ودعا الشباب وقادة الجيش إلى الزواج من أرامل الشهداء في القوات المسلحة اقتداء به. تمتعت وداد بابكر الزوجة الثانية للبشير بنفوذ واسع خلال فترة حكمه، وتتهمها المعارضة السودانية بالفساد وأنها تضع يدها على أراضٍ وأملاك شاسعة، إضافة إلى أرصدة تقدر بمئات الملايين من الدولارات في بنوك أجنبية، وأنها استمدت قوتها ونفوذها بصفتها السيدة السودانية الأولى. في 2014 كشف تقرير نشره مركز جنوب كردفان الإعلامي أن وداد بابكر تمتلك ثروة طائلة تم وضعها في مصرف بريطاني ضمانا للمستقبل. نسب المركز إلى وداد قولها إن تلك الأموال تعود إلى زوجها السابق، لكنه يفند هذا الادعاء بالقول إنها كانت تسكن في أحد البيوت الحكومية القريبة من جهاز الأمن، وهو سكن متواضع للغاية. أضاف المركز: في الغالب زوجها لم يمكث معها طويلا، فقد كان معظم وقته في مناطق العمليات العسكرية، فمن أين لوداد هذه الثروات المنقولة والمشاريع العقارية والمنتجعات السياحية؟ ويطلق السودانيون على وداد لقب الهانم. وقال المركز إن لديها مستشارين ماليين يعملون معها لزيادة أرصدتها المالية على مستوى الدول ذات الصبغة المصرفية، كما إنها تمتلك منتجعات وعقارات في الإمارات وماليزيا. تعتبر قصة زواج البشير من وداد واحدة من أكثر قصص الزواج في عالم السلطة غرابة، إذ إنه كان متزوجا من فاطمة خالد، إحدى قريباته التي كشفت أن البشير تزوج عليها وداد بينما هي تتلقى العزاء في وفاة والدتها. قالت فاطمة خالد الزوجة الأولى للبشير في تسجيل نادر: طبعا الشرع حل الأربعة للرجل وما فيها حاجة، ولكن أنا كانت أمي متوفية وكنت في البلد، وما حصل أني سمعت الكلام ده إنه هو يتزوج. وأضافت أن البشير حضر إلى بيت والدها وأخبره أنه سوف يتزوج ومعه رجال كثيرون من أرامل الشهداء، مشيرة إلى أنه طلب من والدها أن يتحدث معها في هذا الأمر.
ولفتت إلى أن والدها أبلغها بأمر زواج البشير من وداد بعد 3 أيام من الزواج، وطلب منها ألا تثير المشاكل وألا تتحدث مع أحد في الأمر، وأضافت إنها لم تتحدث معه إطلاقا في أمر زواجه من وداد ولم تبارك له. يذكر أن وزير الدفاع عوض بن عوف أعلن إسقاط نظام حكم البشير والتحفظ عليه في مكان آمن الخميس الماضي بعد تظاهرات استمرت لنحو 4 أشهر. تتوارى عائلة الرئيس المعزول عمر البشير عن المشهد السياسي قبيل وأثناء وبعيد مظاهرات استمرت أشهرا احتجاجا على استشراء الفساد داخل النظام الحاكم وسرقة مقدرات الشعب وموارد البلد الإفريقي الغنية. نظام البشير وبعد 30 عاما وجد نفسه مقتلعا ومتحفظا عليه في مكان آمن عبر انقلاب عسكري لم تستخدم فيه القوة، وهو ما اعتبره الشعب سرقة للثورة التي اشتعلت في ديسمبر 2018 وما زالت. وكما العادة فقد ظلت أروقة بيت الضيافة وهو مقر إقامة الرئيس المعزول بعيدة عن كاميرات وسائل الإعلام، كما عائلته التي تحيط بها علامات استفهام كثيرة متعلقة بالفساد وامتلاك أراضٍ في مناطق غنية بالثروات في السودان. في تقرير نشر في صحيفة الخليج عام 2008 تحت عنوان حرم الرئيس السوداني سعيدة بلقب أم الفقراء، قالت فاطمة إنها تطبخ وتعد وجبات معينة للرئيس وضيوفه، بل تقف بنفسها على شراء أشيائها من السوق. وتضيف في الحوار ذاته: عندما دخلت صالون منزل رئيس الجمهورية في بيت الضيافة بالخرطوم دفعني دفء الاستقبال وبساطة المستقبلين للتخلي عن البروتوكولات الرسمية والتكلف الذي تقتضيه مثل هذه الحوارات. الزوجة الأولى تلصق بنفسها صفة كره البروتوكولات الرسمية، خاصة عندما تكون داخل السودان، فإنها لا تتعامل به وتكون في حكم المضطر عندما تكون خارج البلاد. أما وداد بابكر الزوجة الثانية لعمر فإن التقارير كثيرة حول علاقتها بالفساد ووضع يدها على أراضٍ وأملاك مستمدة قوتها في السيطرة من موقعها بصفتها المرأة السودانية الأولى. الزوجة الثانية كانت على ذمة اللواء إبراهيم شمس الدين أحمد قبل أن ترتبط بالبشير، لكن زوجها قتل في حادث سقوط هليكوبتر عام 2001 ولها منه 5 أبناء. وداد استثمرت شخصيتها القوية والمسيطرة وحب الرئيس لها بالتغول في أملاك الشعب، حتى إن اسمها ارتبط بنهب مبالغ تقدر ب$80 مليون أمريكي من المال العام، وفق ما نشرت صحيفة تحمل اسم إلى رئيس جمهورية السودان في 2013. وفي 2014 نشر مكتب جنوب كردفان العالمي ملفات فساد لحرم الرئيس جاء فيها أن بابكر تمتلك ثروة طائلة تم وضعها في مصرف بريطاني تأمينا للمستقبل. لم ينجب البشير طفلا من كلتا زوجتيه على الرغم من كثرة الشائعات التي تواردت في عام 2012 عندما انتشرت صورة له بصحبة وداد وهي تحمل طفلا ليتبين لاحقا أنه لأحد أقاربها. ورغم غياب وريثه الأول فإن البشير وسع ثروته بين أشقائه وأبنائهم، إذ رصدت صحيفة ورق السودانية في مايو 2014 قائمة بأكثر من 50 قطعة أرض في مواقع مميزة من البلاد تقدر مساحتها بأكثر من 4000 دونم. هذه الأراضي توزعت بين ولايتي بروت سودان والخرطوم بحري في أحياء المغتربين وكافورة والمطار والتنعيم والبولماسي وجريف غرب وشرق كوبر، وكلها أحياء راقية فضلا عن منطقة الفلل والعمائر التابعة رأسا للرئيس المخلوع في الخرطوم. وتضع شخصية من العائلة الحاكمة يدها على تلك الأملاك، من بينهم أحمد حسن البشير والبشير عبد الله البشير وعلي حسن البشير ومحمد حسن البشير ومروى ومنى وهبة عبد الله حسن البشير وغيرهم.